اكو هواي ناس ما تعرف الفرق بين الدلاك والمساج، بس هو صدق شنو الفرق؟ لا اوقف بس دقيقة بروح امك، هاي ايش راح تطلع من يمك؟ وصلت للحمام حتى القى جواب لهذا السؤال، وتعالوا خلينا نشوف شنو الفرق. اول شي نبديها من الدلاك اللي راح يبدو وياك من هذا الشيء، راح يبدي ينظف جسمك ويطلع شك ووساخه نايمه بيه، ويطلع الجلد الميت من يمك ومباشره راح تحس بالفرق، وبعدين يجلفك بالليفه والله لا يكذبني يطلع الوسخ ما الشهر اللي قدام، وبعدين يغسل جسمك وانت هنا رجعت جديد. وهسه نجي للمساج. شلونك ابو عباس؟ عم ابو عباس ماكو شيء بجسمه ما يوجعني، عبالك شايب عمره 90 سنه. الانزلاق، دمار، الجنس الصر، كل شيء بجسمي وجع انا اسوي. المساج بالبدايه راح يتهن ظهرك وبعدين يفرش لك اياه، راح تحس بارتخاء مو طبيعي ويزيل الالام والتعب كله من يمك، واللي عنده الام بالمفاصل وبالرجل كلهن راح يوخرهن من يمك، وماكو داعي نحكي شنو شعور المواطن. واحنا هواي نعاني من الركبه. يطق لك اياها طقه احترافيه وبعدين يخلي حجاره جوا ظهرك ويطقق لك ظهرك ويوخر لك كل الام ظهرك. يعني هسه الفرق بين الدلاك والمساج عرفتوه؟ اليوم احنا كنا بالصدريه. الصعده مال مطعم الهادي حمام اكابر بغداد.